صباح الخير، ازيكم؟ حكايتنا النهاردة عن دلوعة السينما كريمان. واتولدت كريمان سنة 36 في القاهرة، واسمها بالكامل كريمان محمد سالم. درست في مدرسة الليسيه، وهناك ظهرت مواهبها الفنية في مسرح المدرسة. وبعدين اشتركت في ركن الأطفال في الإذاعة مع الإعلامي الكبير بابا شارو، واللي اتنبأ لها بمستقبل فني كبير. وفي يوم من الأيام قرت إعلان في الجرايد عن مسابقة عاملاها المنتجة آسيا داغر عشان تختار بطلة لفيلمها الجديد. فراحت كريمان وقدمت، وعجبت آسيا جدا، وادتها بطولة أول فيلم ليها، فيلم الحموات الفاتنات. واشتركت كريمان بعد كده في عدد كبير من الأفلام، زي الفانوس السحري، الهاربة، عفريت سمارة، سكر هانم، مراتي مدير عام، وغيرهم. وكانت كريمان مشهورة بشقاوتها وحبها للمقالب اللي بتعملها في زمايلها وهم بيصوروا الأفلام. ومنهم في مرة لما البطل اللي معاها في الفيلم كان بيغلط كتير، وتعاد التصوير كتير جدا، وتعبت كريمان جدا، وعشان تنتقم منه راحت جابت له قطعة جاتوه وادتها له، وكلها كلها على طول. وفجأة صرخ من الألم، لأن كريمان كانت حاشية الجاتوه شطة. واشتغلت كريمان من سنة 53 لسنة 65 بس، واعتزلت الفن لما اتجوزت وخلفت واتفرغت لبيتها وأسرتها.